في أحد أحياء الرياض الهادئة، حيث الحياة تسير بشكل طبيعي بين الأزقة والمنازل التقليدية، كانت فاطمة تعيش حياة بسيطة لكن مليئة بالأسرار. كانت تحاول أن تبقي أسرتها متماسكة، لكن لم يكن أحد يعلم أن خلف تلك الابتسامة كانت تخفي قصة مروعة. هذه قصة ليست فقط عن امرأة ضحت بالكثير من أجل أسرتها، بل عن لحظة فاصلة غيرت حياتها وحياة من حولها للأبد. لن تكتمل القصة دون أن نتحدث عن الأحداث المدهشة التي تتابعت بسرعة، ليجد الجميع أنفسهم أمام قصة جريمة غامضة تناقلها الألسن وتثير التساؤلات عن دوافعها الحقيقية. لقد رأيت هذا الطفل عاريا وليس لدي أي مشكلة في ذلك. ليس لدي الكثير من الحياة مع زوجي، نحن بخير، لكن خطي الأحمر هو أطفالي، أولادي. أنا لا أمزح مع أحد أو أي شيء. لقد رأيت الليلة الماضية شيئا رآه الجميع. لو كنت مكانك لفعلت نفس الشيء. كان عليك أن تعطيني الحق. هناك العديد من القضايا في القضاء في بلادنا، وعندما يصدر الحكم على المتهم كل شيء يصبح أكثر حزنا وأسوأ. عندما صدر الحكم يمكن للمرء أن يرى نفسه قائلا: أتمنى لو كنت هنا. لم يكن ليحكم عليه بالسجن مدى الحياة أبدا. لا يزال الأمر غير محسوم، مما يعني في بعض الأحيان سلسلة من التأجيلات. لا تتصرف بهذه الطريقة، أنت في قضيتنا الليلة. القضية التي سنتحدث عنها اليوم هي قضية السيدة فاطمة. قصتي بدأت بين عام 2003 و2004 في السعودية. نعتقد أن القضية غريبة جدا، واختيارها أن نناقش هذه القضية معا الليلة. دعونا نحكد، وأنا متأكد من أن الفيديو بأكمله سيكون غريبا بالنسبة لكم. كانت هناك عائلة عادية ومتوسطة تعيش في إحدى مدن المملكة العربية السعودية. عاشوا حياة طيبة وسعيدة معا. تكون الأسرة من أحد الوالدين وطفلين، وكانت الابنة الكبرى تبلغ من العمر 13 أو 14 عاما، بينما كانت الابنة الصغرى فاطمة ربة المنزل. وكان الباحث عن الحقيقة يبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الوقت. على الرغم من حياتهم السعيدة التي امتدت 15 عاما دون مشاكل، تذكر، كان هناك خلافات مع الزوج على مر الزمن. كانت هذه الخلافات موجودة منذ بداية حياتهم الزوجية، وعلى الرغم من استمرارهم في تحملها، إلا أن الأمور تزداد سوءا مع الوقت. مع ولادة الأطفال حاولوا التحلي بالصبر، ولكن في النهاية قرروا الانفصال. بعد هذا القرار شعرت فاطمة بأنها بحاجة إلى حياة جديدة. مرت فترة من الزمن، ثم دخلت حياة فاطمة شخصية جديدة تدعى محمد. كان محمد شابا صغيرا، وحاول التودد إلى فاطمة، وتم الزواج بشكل مؤقت. فاطمة أمضت وقتا طويلا في التفكير قبل أن تقبل بعرضه، ولكن عندما وافقت بدأت حياتها الجديدة مع محمد. قضت فاطمة أياما عديدة مع محمد، وكان منزلها يعج بالزوار، وكان يقيم عندهم بين الحين والآخر. لكن بعد فترة من الزمن بدأ محمد يظهر سلوكا غريبا، فقد أظهر علامات من الإدمان. كان يتعاطى المخدرات ليشعر بالراحة، وبدأت الأمور تأخذ منحى غير طبيعي. ومع مرور الوقت بدأت فاطمة تلاحظ أن حياتها مع محمد أصبحت أكثر صعوبة. في بداية عام 2004 قرر محمد زيارة والدته في مدينة بعيدة عن الرياض، وأصر على أن ترافقه فاطمة. كان لدى محمد مشاعر غريبة تجاه فاطمة، ورغم أنها كانت مترددة إلا أنها وافقت على الذهاب. لكن الأحداث بدأت تتصاعد بشكل مفاجئ، وفي إحدى الليالي سمعوا أصواتا غريبة في منزل فاطمة. دخلت فاطمة غرفة ابنتها الكبرى لتكتشف مفاجأة مروعة. محمد كان في حالة غير لائقة، وكان يحاول التسلل إلى غرفة ابنتها. كانت الصدمة كبيرة، وتسبب ذلك في مشاجرة عنيفة بين فاطمة ومحمد. قامت فاطمة بدفعه خارج الغرفة وأغلقت الباب، لكن محمد كان يهددها بأنه سيعود. في تلك اللحظة لم تستطع فاطمة التحمل أكثر. كانت الغضب تتملكها، وقررت أن تتصرف بشكل حاسم. في لحظة غضب استخدمت وشاحا لربط محمد به، وقام بدفعه بشكل غير إرادي حتى سقط على الأرض. فاطمة التي لم تكن تقصد قتله وجدت نفسها في موقف غير متوقع. بعد الحادث حاولت فاطمة إخفاء ما حدث عن الجميع، فقررت تقطيع جسد محمد إلى أجزاء.
استغرق الأمر 48 ساعة لتخزين الجثة في أكياس وإخراجها من المنزل. وفي النهاية تم العثور على أجزاء من جسد محمد في أماكن متفرقة. تم التحقيق في القضية بسرعة، واكتشف المحققون أن الجثة تعود لمحمد. تم القبض على فاطمة وأدينت بقتل زوجها. تم إصدار حكم بالإعدام عليها، لكن في آخر لحظة تم إلغاء الحكم بناء على طلب ابنتها زهرة التي دافعت عن والدتها. وكان الحكم النهائي في 6 ديسمبر عام 2008، حيث أعدمت فاطمة في سجن في الرياض. القضية أثارت الكثير من الجدل في المجتمع السعودي، خاصة وأن فاطمة كانت ضحية لظروف صعبة. الأطفال كانوا أيضا ضحايا في هذه القصة، فقد خسروا والدتهم بسبب خطأ لم يكن لهم فيه ذنب. الرسالة التي يمكن أن نستفيد منها من هذه القصة هي أن القرارات الخاطئة يمكن أن تدمر حياة الكثيرين. إننا بحاجة إلى أن نكون حذرين فيما نختار في حياتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالناس الذين نسمح لهم بالدخول في حياتنا. فاطمة التي عاشت حياتها في معاناة مستمرة وعاشت ألم الفقد والخذلان، وجدت نفسها أخيرا أمام الحقيقة المرة التي لا مفر منها. وقد عاشت الأيام الأخيرة لها في ظل هذا الصراع الداخلي، ولكن في النهاية كان القرار قد اتخذ. قدرت نهايتها بتلك الطريقة القاسية التي جعلتها تدفع ثمنا باهظا بسبب اختيارها للطريق الخاطئ. ومع ذلك فحتى في لحظات النهاية كانت هناك عبرة واضحة للجميع. الحياة قد تكون قاسية، لكنها تعلمنا أن الاختيارات التي نتخذها قد تؤثر بشكل عميق في مصيرنا. فاطمة رغم كل ما عانته تركت دروسا لا تنسى. لا تستهين بالقرارات الصغيرة لأنها قد تكون مفصلية في تشكيل مصيرك، ولا تتجاهل المشاعر الحقيقية التي تدفعك للابتعاد عن طريق الهلاك. إن كانت هناك رسالة مهمة من هذه القصة، فهي أن الحياة ليست مجرد لحظات عابرة، بل هي مزيج من الخيارات والتحديات التي تقودنا إما إلى النور أو إلى الظلام. لكن مهما كانت النتيجة، تبقى الأمل والتعلم من الأخطاء هما السبيل للنجاة. الدرس الذي نتعلمه جميعا: لا تيأس ولا تظن أن الطريق مسدود، فهناك دائما فرصة جديدة للنهوض. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من القصص والعبر التي قد تضيء لنا الطريق. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من القصص والعبر التي قد تضيء لنا الطريق.